السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل أكلة كده، يعني معشوقة المصريين، وهو القلقاس الزبدة السايح النايح الجميل ده. طبعا كل ست بيت شاطرة بتعمل القلقاس بسهولة، بس احنا عاملين فيديو للبنات لسه المبتدئين اللي بيدخلوا المطبخ جديد. اول حاجة هنصلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا اللحمة معروف طريقتها بتتعمل ازاي. هي معلقة سمنة او زيت اللي انت عايزاه، ورق لوري وحبهان، وبتشوحي فيها اللحمة من الناحيتين كده لحد ما تغير لونها، وتكوني مجهزة مية سخنة عشان تنزلي بيها على اللحمة عشان تعملي الشوربة بتاعتها. اول ما الريم يطلع تشيليه عشان ما يسودش الشوربة، وكمان بيعمل زفرة، لان الريم ده الدم اصلا، الخلاصة اللي طلعت يعني من اللحمة بيبقى دم. بعد كده، بعد ما اللحمة استوت خالص سوا كامل، باخد الشوربة بتاعتها، واقوم منزلة القلقاس اللي انا كنت عاملاه تفريز في بعض الفيديوهات برضو. بتنزلي القلقاس كده، وبعد ما القلقاس يستوي استوى خالص سوا كامل برضو، بتقومي جايبة ربطة من الكزبرة بتقطعها صغير كده، وفي مقلاية وفيها حبة زيت بتنزلي بالكزبرة كده في المقلاية وحبة الزيت دول، او في سمنة اللي انت عايزاه، بس الزيت يفضل يعني. وبتفضلي تشوحيها كده لحد ما تاخد لون غامق شوية. بعد ما تاخد اللون الغامق وتبقى مخرفشة كده، تكون بتخروش معاكي بتخرفش كده، تقومي نازلة بمعلقة توم كبيرة كده حلوة، تديلها لون برضو مع الكزبرة. وبعدين تضيفي الزيت، يعني تعصريها كده على جنب، يعني تقعدي تجيبي الكزبرة على جنب كده لحد ما يطلع الزيت على جنب، تنزلي الزيت ده على القلقاس اللي واخد سوا كامل. وبعد كده تقومي واخدة بقى الكزبرة اللي هي خرفشت دي، ماشيين واحدة واحدة مع بعض اهو. باخدها كده واحطها في الهون او في الصلاية، وبعدين بدقها عشان تتفتفت خالص. انا عن نفسي بحب الكزبرة تبقى افتح من كده، بس في افراد من الاسرة بيحبوه يعني النظام اللي هو الغامق ده، بالطريقة اللي هو تغمقي الكزبرة شوية. انا بحبه افتح من كده، يعني بحب اشوف القلقاس فيه خضر شوية، بس عشان نرضي الاطراف مرة كده ومرة كده. وبعد ما بدقه بقى، بعد ما بدق الكزبرة دي يعني خلاص وبقت متفتفتة، بضيفها على القلقاس بالمنظر ده كده. بتزودي ملحك بقى، بتزودي الفلفل. طبعا القلقاس يعني لحمة، يعني انا بفضل ان هو يبقى مع اللحمة مش مع الفراخ. بتزودي الملح بتاعك بقى والفلفل، وتديلها غلوة كده، وتقومي طفي عليها، واحلى طبق قلقاس تدوقيه في حياتك. شايفين بقى الجمال مع اللحمة المتحمرة في السمنة البلدي؟ حاجة عظمة بصراحة. انا كده خلصت الوصفة بتاعتي. لو وصلت لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، يا ريت ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أكلة شتوية جميلة بتدفي، جربيها بالطريقة دي هتعجبك جدا. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.